هاي، أنا غرام، ودي حلقتنا التانية من سلسلة حلقات وعي. هنتكلم فيها النهاردة عن إزاي الشخص يعرف إن عنده مشكلة نفسية، وده لأن أغلبنا بيكون حاسس إنه مش في أفضل حالاته، لكن مش عارف يفرق ما بين دي حاجة عادية ولا مشكلة محتاجة اهتمام أكبر. عشان كده هنتكلم النهاردة عن بعض العلامات اللي لو لاحظتها فيك أو في أي حد قريب منك بتكون مؤشر لوجود مشكلة نفسية. أولهم إن أنت عاجز عن إن أنت تأدي مهامك اليومية، الشغل والدراسة، الأنشطة اليومية بتاعت كل يوم. تاني حاجة القلق والعصبية الزيادة بدون تفسير، النوم الكتير وبرضه حاسس إنك لسه تعبان، أو العكس قلة النوم وبتقلق كتير بالليل. عندنا كمان في قلة التركيز وإن أنت مش قادر تنجز أبسط الحاجات، بتحب الوحدة ومش عاوز تشوف حد، بتكون أفكار سلبية كتير عن نفسك زي إنك تحس إنك فاشل أو مش محبوب. طيب ليه مهم إن احنا ناخد بالنا؟ أول حاجة إن وجود الأعراض دي كلها مش معناها إن أنت عندك مشكلة نفسية كبيرة، لكن لو استمرت معاك لفترة طويلة أو أثرت على حياتك اليومية فأنت لازم تبدأ تاخد خطوة أو تطلب المساعدة، لأن المشكلة النفسية زيها زي المرض الجسدي بالظبط، كل ما اكتشفناه بدري كل ما كان علاجه أسهل وأسرع. طيب مفروض تعمل إيه لما تحس إن في مشكلة نفسية؟ أول حاجة واللي كلنا بنعملها هي إن إحنا بنتكلم مع حد بنثق فيه وبنحبه، أخ، أخت، صديق. الحاجة التانية واللي المفروض كلنا نتعلمها إن إحنا نلجأ لحد متخصص، وإنك تروح لطبيب أو معالج نفسي مش نقطة ضعف خالص، لكن دي بداية الطريق للشجاعة. في النهاية كلنا ممكن نمر بأزمة نفسية أو مشكلة نفسية، ولكن لازم تعرف إن أنت مش لوحدك والحل موجود والمساعدة موجودة. فعشان كده لو حسيت بأي مشكلة نفسية خد الخطوة واطلب المساعدة، لأن صحتك النفسية هي أساس حياتك. ولو مهتم تعرف إيه أسباب المشكلات النفسية دي استننا الحلقة الجاية.